وبتركيز. أهلا ومرحبا بكم في قناة غذي ذهنك. سنعرض في فيديو اليوم 5 ألغاز منطقية تتصف بالغموض والتي تساعدك على تنشيط العقل والذاكرة، لكن لن يستطيع حل هذه الألغاز إلا نسبة ضئيلة، خاصة الأشخاص الذين يتميزون بقدر عال من الذكاء. بعد أن تستمع جيدا إلى اللغز، يمكنك أن تقوم بإيقاف الفيديو لفترة قصيرة حتى تستطيع التفكير جيدا وبتركيز في حل اللغز، ثم اضغط على زر إعادة تشغيل الفيديو لتستمع إلى الحل الصحيح. لا تنسى أن تضع تعليقا بعدد الألغاز التي قمت بحلها بشكل صحيح. قبل أن نبدأ، ندعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد ننشره لحظة بلحظة. هيا لنبدأ. اللغز الأول. لقد وضعنا لكم في البداية لغزا سهلا وبسيطا، وذلك لكي نساعدكم على تنشيط عقلكم وحتى تستعدوا أيضا للألغاز التالية والأكثر صعوبة. السؤال هنا: في هذه الصورة يوجد موزة مختلفة، قم بتحديدها. الحل: إذا قمت بالتركيز جيدا في هذه الصورة ستجد أن هذه هي الموزة المختلفة عن الآخرين. ضع لايك للفيديو إذا قمت بحل اللغز بشكل صحيح. والآن ننتقل إلى الألغاز الأكثر غموضا. اللغز الرابع. يوجد جسر يربط بين صخرتين، وأنت تقف على إحدى الناحيتين للجسر، وعليك أن تنتقل إلى الناحية الأخرى وأن تحمل في يديك تفاحتين، لكن الجسر قديم للغاية ولا يستطيع أن يحمل إلا جسما واحدا فقط، ومعه تفاحة واحدة فقط. السؤال هنا: كيف يمكنك العبور إلى الناحية الأخرى للجسر ومعك التفاحتين، بشرط أنه لا يمكنك الرجوع مرة أخرى ومسموح لك العبور على الجسر مرة واحدة فقط؟ الحل: هذا اللغز يحدد مدى ذكائك وتركيزك في اللغز. أنت فقط يمكنك العبور على الجسر وأنت تتلاعب بالتفاحتين، وبذلك خلال عبورك للجسر سيكون في يدك تفاحة واحدة فقط والأخرى في الهواء الطلق. اللغز الثاني. هناك رحالة قد تنقل في جولة طويلة في غابة، وأثناء تجواله في الغابة وجد أمامه قلعة كبيرة جدا. دخل الرحالة إلى القلعة، وبعد دخوله على الفور انغلق الباب بشدة، فوجد نفسه في قاعة كبيرة وأمامه 3 أبواب، ووجد أيضا مذكرة يقال فيها أن هناك بابا واحدا فقط من هذه الأبواب ال3 إذا خرج منه الإنسان يبقى على قيد الحياة. وراء الباب الأول يوجد بركة بها حيتان جائعة، ووراء الباب الثاني يقف سفاح مجرم قتل مئات من الأشخاص منذ عام 1910. أما وراء الباب الثالث يوجد بحر من حمض سام، والذي يحلل جسم الإنسان بالكامل ويقضي عليه. السؤال هنا: ما الباب الذي سيختاره الرحالة ليخرج منه وهو ما زال على قيد الحياة؟ الحل: هذا هو الحل الصحيح. إذا خرج الرحالة من الباب الثالث الذي يوجد وراءه حامض سام سينتظره الموت لا مفر من ذلك، وإذا اختار الباب الأول الذي يوجد وراءه الحيتان الجائعة فبالطبع سيأكلونه. إذن الحل الصحيح هو أن يختار الرحالة الباب الثاني ليخرج منه. فإذا معنت التدقيق في اللغز ستجد أني ذكرت أن الباب الثاني يوجد وراءه سفاح قتل مئات الناس بداية من 1910، فهذا يعني أنه في عام 2018 من المحتمل جدا أن يكون السفاح قد مات، وبذلك إذا خرج الرحالة من الباب الثاني سيخرج منه حيا. اللغز الثالث. وصل رجل إلى قسم الشرطة يبلغ عما حدث له، قائلا أنه سرقت منه حقيبته والتي يوجد بداخلها 100,000 دولار. طلب رجال الشرطة من الرجل أن يحكي لهم عن تفاصيل حادثة السرقة، فأبلغهم الرجل الضحية بالآتي: عندما كنت أعبر الطريق إذ فجأة اقترب مني رجل يرتدي قناعا على وجهه وقفازات في يديه. وجه إلي ضربة قوية في الشارع ثم أخذ مني الحقيبة وهرب. لاحظ رجال الشرطة وجود ندبات على وجه الرجل الضحية، فسألوه: هل هذا أثر الضربة؟ فأجابهم الرجل: بالفعل إنه أثر ضربة المجرم، حيث أنه كان يرتدي في يده اليسرى خاتما فضي اللون. وبعد بضع لحظات ألقت الشرطة القبض على الرجل الضحية، وقالت أن الرجل هو من سرق نفسه من أجل أن يحصل على تعويضات من شركة التأمين. السؤال هنا: كيف توصلت الشرطة إلى أنه لم يكن هناك عمليات سرقة؟
الحل: كما استطعت من قبل تخمين حل اللغز السابق، يمكنك أيضا تخمين هذا اللغز، فأهم شيء هو التركيز جيدا في شروط اللغز. قال الرجل الضحية أن المجرم كان يرتدي قفازات، وعندما سأله رجال الشرطة عن الندبات التي في وجهه قال أن المجرم كان يرتدي خاتما فضي اللون في يده اليسرى. فكيف عرف هذا؟ ومن هنا استنتج رجال الشرطة أن هذا الرجل يكذب وأنه يؤلف قصة غير حقيقية. اللغز الخامس: أمامك مجموعة من عيدان الكبريت تم تشكيلهم على هيئة مربعين، عليك أن تحولهم إلى 3 مربعات بشرط أن تستخدم 4 عيدان فقط من الكبريت. السؤال هنا: كيف ستفعل ذلك؟ الحل: أنت بحاجة إلى أن تنقل هذه العيدان ال4 بهذه الطريقة، وبهذا تكون قد شكلت 3 مربعات. لا تنسى أن تضع لايك للفيديو، ولا تنسى أن تضع في التعليقات عدد الألغاز التي قمت بحلها، وبالطبع لا تنسى الاشتراك في القناة. اضغط على زر الاشتراك الأحمر ثم اضغط على جرس الإشعارات لكي تكون أول من يشاهد الفيديوهات الجديدة باستمرار. شكرا على المشاهدة.